جماعة انا مش بتاع بطاطس، بس جت قدامي صفقة بطاطس. يلا بينا نخزن البطاطس سوا مع بعض. قربنا بقى على شهر رمضان وعلى الصيام، فيلا بينا نخزن شوية من البطاطس. وهم طريقتين مفيش غيرهم، جبتهم لك في فيديو واحد عشان ما تحتاجش كتير. اول حاجة غسلت البطاطس وقشرتها وجهزتها كده، ويلا نقطعها مع بعض باي طريقة بقى انت حباها. وطبعا انا حاطه البطاطس في ميه عشان البطاطس ما تسودش مني. واقطع كده البطاطس بتاعتي على البلانشة و خدي بالك بقى وانتي بتقطعي وخليهم يبقوا كلهم سوا واحد كده عشان يبقى شكلهم حلو في دي تقديم. قطعت كده البطاطس بتاعتك، قطعيها طولية، قطعيها بالجنب زي ما انتي حابة. قطعي بقى البطاطس كلها بنفس الطريقة. وبعد كده خطوة مهمة عندنا، حطينا البطاطس بتاعتنا في مية وملح وخل. بعد كده هاخد اول طريقة البطاطس وانزل بيها في مية سخنة وفيها معلقة من الملح ومعلقتين كبار كده من الخل، وهنزل بالبطاطس بتاعتي واسيبها حوالي 3 أو 4 دقايق. ما ينفعش انزل بالبطاطس واطلع بيها على طول، هسيبها تستوي نص سوا. خطوة مهمة عشان البطاطس ما تسودش منك، لان في فيديوهات كتير شفتها عملت البطاطس بالطريقة دي وسودت منها. اهم حاجة البطاطس تخش في السوا، يعني حوالي 4 دقايق كده على النار، تاخد غلوة معاكي طلعيها من المية السخنة وانزل بيها في المصفى، وانزل عليها كده بمية ساقعة عشان اوقف السوا بتاعها. او دلوقتي الجو ساقعة فهاخدها تحت الحنفية اشطفها كويس لغاية ما البطاطس كده تبرد وتوقف السوا بتاعها. دي خطوة مهمة. بعد كده لما تبرد خالص هضيف عليها معلقة كده من الزيت واقلبهم مع بعض وتتصفى خالص، واروح حطاها في اكياس تلاجة وتحفظيها. دي كده اول طريقة. هخلص بقى الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وكده يبقى خلصنا اول طريقة. انا هعمل شوية بالطريقة دي وشوية، يعني نصهم بالطريقة دي ونصهم بالطريقة التانية. هعبي بقى البطاطس بتاعتي كده في الاكياس بعد ما تبرد تماما، ودول كمان برضو نص سوا هحطهم في الاكياس. وتعالوا بقى للطريقة التانية اللي هنعمل بيها البطاطس، ان احنا نديها نص قلية. هنقليها نص قلية. انا جبت بقى ايه حلة كده حلوة عشان لما اقلي كمية ما بهدلش الدنيا والبوتاجاز. فجبت حلة وحطيت فيها زيت وادي البطاطس نص قلية، ما طولش عليها. وبعد كده طلعها وصفيها في المصفى. كمل باقي الكمية بتاعت البطاطس بتاعتي، وبعد كده هنشوف مع بعض بقى البطاطس لما نخلصها خالص ونعبيها بقى في الاكياس ونحفظها في الفريزر. مش هقفل الفيديو لغاية لما اطلع تاني يوم البطاطس من الفريزر ونستخدمها مع بعض ونشوفها بقت عاملة ازاي. انا هنا خلصت الكمية كلها، هعبيها بقى في الاكياس بعد ما تبرد خالص. دي البطاطس النص المقلية هعبيها في الاكياس، وبعد كده نحتفظ بيها في الفريزر على حسب الوجبة بتاعتك بقى. تحطيها في الاكياس كده وتقدري تستخدميها براحتك في اي وقت، بتبقى جاهزة معاكي على القلي. البطاطس غليت والايام الجاية هترفع، فيبقى عندك بطاطس في البيت متفرزة في الفريزر. بعد كده هنحطهم بقى في التلاجة ونحفظهم، وتاني يوم بقى نقلي البطاطس مع بعض ونشوف النص مقلية ولا اللي احنا عاملينها نص سوا اني واحدة احسن، واوريكم الفرق ما بينهم وهنشوفه مع بعض. خلص بس الاكياس بتاعتي كلها كده واحطها في الفريزر. اي خضار او اي سلعة تلاقي سعرها كده مهاوي كده وحلو، انزلي هاتي حبة وخزنيهم وفرزنيهم وحطيهم في الفريزر عندك، عشان وقت تلاقي الاسعار بتاعتها عالية جدا تبقى عندك الحاجة موجودة في الفريزر. انا هنا حفظت البطاطس بتاعتي في الفريزر، وبعد تاني يوم بصوا بقى ولا سودت ولا اي حاجة، وزي ما هي لونها اصفر كده وجميل، من غير بقى كركم ولا اي اضافات كتير. هو بس معلقتين كده خل في المية ومعلقة ملح، وقبل ما تحطيها في الاكياس كده بعد ما تبرد معلقة زيت عشان تبقى فكة من بعضها كده وحلوة وجميلة. ادي البطاطس النص مقلية. تعالوا نقلي بقى البطاطس مع بعض ونشوفها عاملة ازاي. هحمر معاكم حطة من البطاطس النص مقلية وحطة من النص سوا، وهنشوف الفرق ما بينهم واني احلى. دي كمان البطاطس النص مقلية هحط برضو حطة كده نقليها عشان تشوفوا الفرق ما بين الاتنين. دي البطاطس النص مقلية طالعة مقرمشة كده وجميلة ومخرفشة وحلوة. هوريكم كمان البطاطس اللي هي نص سوا. انا عايزة اقول لكم ان الطريقتين عجبوني جدا والاتنين حلوين، والطريقة التانية كمان سهلة وحلوة. وكمان هي الميزة فيها ان احنا الزيت دلوقتي اسعاره مرتفعة،
فمش هنعرف ان احنا نقلي كتير وبعدين نطلعها تاني نقليها. فعايزه اقولك الطريقه دي سهله جدا وحلوه ومش هتسحب معاكي زيت كتير. دي طالعه برضو حلوه ومقرمشه كده وجميله، هي نص مقليه بس ايه مقرمشه زياده كده اللي بيحب قرمشه. ودي كمان حلوه. ويا رب تجربوا الطريقتين وتقولوا رايكم ايه. كنت معاكم من مطبخ لينا، متنسوش بقى لايك وشير وفولو.